لك يا حبيبي خد السرة دي وارميها في محل الذهب اللي في آخر الشارع. بقول لك ايه، في صورة في بيتكم؟ خبيها خبيها بسرعة. في ناس بيرموا الصورة في البحر، وفي اللي بيودوها محل دهب، وفي اللي بيخبيها في الدولاب جنب شهادة الميلاد. بس استنى، احنا بنتكلم عن ايه اصلا؟ طالما انت قول السؤال تاني. عن فتافيت جلد صغيرة كده بتقع من النونو اول ما يتولد. النهارده هنتكلم عن اغرب معتقد شعبي بيبدأ من اول ما الطفل يتولد. كلنا عندنا سرة، كلنا جينا من واتربطنا بالحبل السري وبعدين اتقطع، بس حتى بعد ما وقع سايب اثر. ودي اول علامة في جسمك بتقولك كنت محتاج حد ومش هتعرف تعيش لوحدك. السرة شهادة انك جيت عن طريق غيرك. بس سؤال بقى، العادات دي بدأت منين؟ الحقيقة ان عادة رمي السرة ملهاش علاقة لا بالدين ولا بالعلم. دي عادة قديمة بترجع لعصور وثنية وحضارات زي الفراعنة والبابليين. أولاد الكلب دول بقلشوني. كانوا بيأمنوا ان اجزاء الجسم حتى بعد ما تتفصل ليها طاقة او حتى تأثير في المستقبل. والناس مع الوقت فضلت الفكرة وغيرت الطريقة، يعني بدل ما يكتبوا على بردية رموها في البحر. الناس رموا السرة في أماكن كتير: البحر مغامرة وسفر، الجامع تدين، محل دهب رزق وتجارة، ورا البيت يفضل جنب أهله. يعني لو رميناها في توك توك يشتغل في التوصيل، ولو رميناها في كشك سجاير يفتح ماركت، وهنرميها في السوشيال ميديا ويطلع انفلونسر. الإنسان بطبعه بيدور على معنى حتى في الأشياء العشوائية. بنعلق المفاتيح في حتة معينة عشان الحظ، بنلبس خاتم معين عشان النجاح، وبنرمي صورة الطفل عشان خاطر نطمن. الحقيقة العلم بيقول لأ، والدين كمان ما فيهوش من الكلام ده خالص. بس المجتمع بيقول لك مش مهم يكون صح، المهم تحس إنك بتعمل حاجة. الصورة في النهاية مش بتحدد مصيرك، لكن في الحقيقة صديقي ممكن تكون بتقول لك أنت نشأت في وسط ناس تفكيرهم واصل لحد فين. لو لقيت صورة في البيت ارميها في الزبالة مش في البحر، لأن المستقبل محتاج تتعب عليه مش تتفائل وبس. وفي النهاية يا صديقي، الصورة مش سحر، هي بس ذكرى من أول علاقة بينك وبين الحياة. ومستقبل ابنك مش مربوط بحبل سري، مربوط بتربيتك ليه وقدرته انه يعرف يختار في حياته ويقدر يقدر المستقبل. وقبل ما نخلص الحلقة ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. وفي النهاية خليني اسألك سؤال ورد عليا في الكومنتات: لو امك كانت رمت صورتك في محل تصوير كان زمانك تبقى فين دلوقتي؟ كان معكم عبد الرحمن صالح، وده مستلي. سلام.